انا عايز اعرف بقى ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه نخلي في عيال شكلها حلو؟ طب ما كله خلقة ربنا. انا عارف انا عارف انا عارف ان انت دلوقتي مستغرب من الفيديو دوت، بس الفيديو دوت مش غرضه الجمال بتاع الطفل، لكن غرضه اللي احنا نقلل التشوهات الجينيه على قد ما نقدر. فلو سمحت لو حضرتك عريس جديد استسمحك بس تاجل الخلفه 3 شهور ولا حاجه عشان تتبع الاجراءات دي، صدقني هتفيدك. بس اسمع الفيديو للاخر، بالذات اثناء الحمل عشان تحمي الجنين في بطن مراتك. فدلوقتي همشي معاك من الحاجات اللي انت لازم تعملها من قبل الجواز لحد الحمل، ومش لازم تعمل كل الخطوات طبعا، بس كل ما نزود خطوه الموضوع هيبقى احسن. يا سلام يا سلام بقى لو حضرتك عملتهم كلهم. الموضوع دوت بيبقى احسن كل لما انت تبقى صغير في السن، يعني البيك بتاعه من 20 ل 35 سنه، بعد كده المتوسط من 35 ل 45 سنه، من بعد 45 سنه الجينات بتاعتك بتبقى ضعيفه شويه، ما بتبقاش بنفس قوه ال 20 ل 35 سنه. واقصد قوه الجينات هنا اقصد احتماليه ان يحصل اي تشوه جيني او اي غلط جيني، يعني فاحنا عايزين عيل يطلع من غير اي غلطه او ياخد القوه الجينيه بتاعتك كلها احسن حاجه ممكنه. كل ده طبعا بايد ربنا، بس احنا هنا بناخد بالاسباب يا باشا. انا عايزك بقى قبل ما تخلف، او لو انت دلوقتي داخل على جوازه، عايزك تاجل الخلفه بس من شهرين ل3 شهور. هتقول لي ليه اعمل كده؟ هقول لك لانك يا باشا لازم تبطل العاده السريه من شهرين ل3 شهور، لان العاده السريه بتخلي جوده الحيوانات المنويه بتاعتك ضعيفه وبتقلل هرمون التستوستيرون، الهرمون دوت هو المسؤول عن قوه الجينات اللي انت بتديها لاطفالك. فالاحسن كده انك تبطل شويه بحيث جوده الحيوانات المنويه ترجع لاصلها. لازم كمان تنام من 7 ل 9 ساعات، لان قله النوم بتقلل هرمون التستوستيرون، واحنا مش عايزين ده يحصل، فاحنا هننام من 7 ل9 ساعات. عايزك بقى تاكل اكلات بتدعم الخصوب، البيض، السمك، الفواكه، والخضروات الورقيه زي السبانخ، لان فيها فيتامينات زي الزنك، اوميجا 3، فيتامين دي، بالذات فيتامين A وسي. اشمعنى الاثنين دول بالذات؟ لان دول فيهم مضادات اكسده بتقلل تلف الجينات، واحنا عايزين العيال يطلعوا كويسين ما يطلعوش شكلهم غريب. تمارين من 3 ل 5 ايام في الاسبوع بيحسن الدوره الدمويه لخصيتين، وكمان بيعلي هرمون التستوستيرون، وده هو اللي احنا عايزينه. ودي بقى غلطه اللي كل الرجاله بتقع فيها، ان هي مش بتحافظ على بروده الخصيتين. يعني ممنوع ساونا كتير، جاكوزي كتير، ممنوع تحط اللابتوب بتاعك وهو سخن على اشيائك، حاول تحط تحتك حاجه بعد كده حط اللابتوب عليه، مش لازم تحط عليه مباشره. حاجه كمان ممنوع تلبس بناطيل ضيقه، لان البناطيل الضيقه انت عارف تزنق المنطقه ديت وبتقلل الدم يوصل ليها، وده ممكن يسبب ان انت لو لسه ما بلغتش لما تكبر الحجم يبقى صغير. لان لو انت مش عارف ان المنطقه ديت ليها فتره نمو معينه عند الرجال، فانت لو تجاوزت فتره النمو ديت اللي هي اخرك لحد 23 او 21 سنه، مهما حصل مش هيكبر تاني. فاللي انت بتعمله دوت الموضوع عامل بالظبط زي اللي انت لما تقلل الدم يوصل للمنطقه ديت انت بتاخر النمو. يعني المفروض الحجم بيبقى حاجه معينه، اول ما توصل ل 23 الحجم ثابت على كده، لان انت بطأت النمو جامد لما لبست بناطيل ضيقه والدم فضل محبوس. احنا عايزين النمو يبقى طبيعي على قد ما نقدر عشان عايزين نفرح بيه. ولازم كمان في ال3 شهور او الشهرين دول على الاقل لازم تقلل نسبه الدهون اللي داخله بجسمك، زي التدخين، الكحول، المخدات. ومش هتقدر تبطل سجاير في على الاقل وامسك نفسك شهرين، بعد كده ارجع لها تاني. هي حرام لازم تبطلها عشان خاطر العيال. والسجاير بتقلل هرمون التستوستيرون، لازم ما تتعرضش لاي مبيدات او مواد كيميائيه كتير. نيجي بقى لفترة الحمل. فترة الحمل لازم تاكل مراتك بروتين متوازن، بيض، لحوم، بقوليات زي الفول والعدس والفاصوليا، وطبعا الحديد زي السبانخ واللحوم الحمراء، الكالسيوم، لبن، زبادي. لازم تاكلها كمان فواكه وخضار. يا فرحتك في كمان عنصر لو حضرتك هتقدر تجيبه اسمه الفوليك اسيد، ده حاجه بتديها لمراتك عشان تمنع التشوهات الجينيه على قد ما تقدر. احنا هنا بناخد بالاسباب على قد ما نقدر، خليك فاكر. وطبعا ما تاخدش الحاجات ديت غير لما تستشير الدكتور الاول. لازم كمان تشرب من 2 ل 3 لتر ميه عشان ده بيحسن الدوره الدمويه. وكمان شرب الميه بيحسن سائل اسمه السائل الامنيوزي، ده سائل حيوي معقم بيحيط بالجنين داخل كيس الرحم، وبيجي بشكل اساسي من ابول الجنين. الموضوع مقرف شويه بس ده في مراحل الحمل المتقدمه. البتاع ده بيعمل ايه بالظبط؟ خد عندك، بينظم درجه حراره الجنين، بيمنع الصدمات، وده حلو جدا لو هتتخانق معاها وتديها بوبينيه في بطنها، هيحمي الجنين كويس. وتطوير الرئتين والجهاز الهضمي والعضلي للجنين. طبعا النوم من 7 ل 9 ساعات ده اساسي، ويفضل هي تنام على الجنب الشمال عشان ده بيحسن تدفق الدم للجنين. احنا مش عايزين الواد يطلع ما عندوش دم زي ابوه. اثناء الحمل بقى خلينا نتجنب التدخين والكحول، ممنوع ادويه بدون استشاره طبيب، ممنوع اسماك فيها زئبق عالي، وممنوع تاكل اكل ني او اكل مش مستوي كويس او اكل نص سوا. وده اهم حاجه. ولو عندك مايكرويف ومراتك حامل وبتسخن الاكل، خلاص تقف قدام الميكرويف بشكل مباشر، لان الميكرويف بيطلع اشعاعات وده ممكن ياثر على الجنين في الرحم، وده بيعمل تشوهات جينيه. طبعا احنا مش عايزين كده. مش تعمل لايك وسبسكرايب ودعم ماديا لو تقدر.